إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. أعلن سعيد الناصري رئيس الوداد رسميا تنحيه عن منصبه ليثير حالة من ارتباك داخل النادي. ونشر الموقع الودادي إعلان رسمي للناصري لاستقالته عن الفريق الأحمر وفسح المجال أمام من يرغب في خلافته بالجمعية العمومية المقبلة التي لم يحدد تاريخها، وأعلن أنها ستقام قبل 7 أيام. وقال الناصري في تصريحات لراديو مارس: قررت الابتعاد عن شؤون النادي بسبب فشلي في بلوغ الأهداف المرجوة خلال الموسم الحالي. وأضاف: لقد قررت التنحي استجابة لمطالب الأنصار، وسأكون داعما للرئيس الجديد وفق مقتضيات القانون داخل الجمعية العمومية للنادي. وتابع: كل ما يمكنني قوله هو أنني سأدعم الرئيس القادم للوداد، ولن أترك النادي رهينة للديون والنزاعات، وأتعهد بسداد رواتب ومستحقات لاعبين كاملة عكس الوضع الاقتصادي للفريق حين استلمته. ووصل: أعتقد أن دورة التغيير حانت، ورحيلي يأتي تلبية لمطالب فئة من أنصار الوداد بسبب إخفاقنا الموسم المنصرم. ويترك الناصري الوداد قبل فترة قصيرة من بطولة كأس الملك سلمان المقرر انطلاقها خلال أيام، علما أن النادي البيضاوي خسر جميع الألقاب هذا الموسم. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.